ايه الأعراض بتاعة نقص فيتامين دي ونختار فيتامين دي كويس ازاي؟ أول حاجة عشان نقول انت عندك نقص فيتامين دي ولا لأ محتاجين نعمل تحليل، ده أولا. أغلب الناس بيكون عندهم نقص طبعا، من ضمن الأعراض ان انت بتلاقي نفسك على طول عندك فتيج اللي هو على طول تعبان مش قادر تعمل حاجة، وجع العظام، آلام في المفاصل، إحساس بالاكتئاب، المناعة ضعيفة، تساقط شعر كتير جدا، مشاكل في النوم، كل الحاجات دي من أعراض نقص فيتامين د. مع ملحوظة إن كل ما كان عندنا مشكلة في الأنسولين أو زيادة الوزن في الأغلب بيبقى عندي نقص في فيتامين د، كل ما أكبر في السن كل ما بيحصل نقص في فيتامين د. فيتامين د في منه دي 2 اسمه فيتامين دي 2 وده من مصادر نباتية، وفي فيتامين دي 3 وده من مصادر حيوانية. مين فيهم أحسن؟ الدي 3 هو الأحسن. الجرعة طبعا الطبيب هو اللي بيحددها على حسب التحليل. فيتامين د اللي هو فيتامين بيدوب في الدهون، فات سولوبل فيتامين، فمفروض يتاخد مع وجبة ما يتاخدش لوحده.